عليكم ورحمة الله وبركاته. እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አልহামዱሊላህ እኔ ሰላም ነኝ፣ ደህና ነኝ። አማን ነው ሁሉ ሰላም። ኦኬ ባለፈው በተማርነው ትምህርት ውስጥ አራት ስለ ኑን ሳኪና ተምረናል። ኑን ሳኪና ስንት አህካም አላት የሚለውን ጨርሰናል። አራት አህካሙን ጨርሰናል። ኢድጋም፣ ኢዝሃር፣ ኢቅላብ፣ ኢኽፋኡን ጨርሰናል። ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ፣ ሰላማችሁ ይብዛ ኢንሻአላህ። ዛሬ ደግሞ የምንማረው النون الساكنة النون والميم مشددتين. زاري لما من المارو النون والميم المشددتين شد يلا جماعة نون ميم مشددتين مالت سنة النون نون ميم الذي ولدنا شو زاري منا يو النون والميم المشددتان والغنة. ሶስተኛው ደግሞ የምናየው غنة እነዚህ ሶስት ናቸው ዛሬ የምናየው። በደንብ ተከታተሉኝ አትርሱ። ላይክ ሼር ማድረጉን አትርሱ። ኦኬ تعريف النون والميم المشددتين. تعريف النون والميم المشددتين. نوننا ميم مشددتين مالت شد يلاچو مالو هما اللتان عليهما شدة. شدة مالت ياو اجينات شدة مالت اجينات. النون والميم المشددتان مالت ሁለቱም ሸዳ ያላቸው ናቸው። ሸዳ ያላቸው ማለት ነው። ሚምና ኑን ሸዳ ያላቸው ሚምና ኑን ማለት ነው። وتأتي على الشدة الحركات الثلاثة. ሶስቱ ሐረካቶች ይመጣሉ። እነማን ናቸው? እነሱ الفتحة والضمة والكسرة በዚህ ይመጣሉ ማለት ነው። ሶስቱም በዚህ ይመጣሉ። በሸዳም በፈትሐ ይመጣሉ፣ بضمة يمتالو بكسرة يمتالو. والحرف المشدد هو عبارة عن حرفين. والحرف المشدد هو عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك. يمجمرو ساكن سهل مشددين مونو مالو عنده ساكن وعنده متحرك مونو كذا دمو ساكن ادغام متحرك استجابنا ادغام هنا كذا مندنو هنا مشدد نو مالو. اوكي فيدغم الحرف الساكن في الحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا كالثاني. عند فدل ينبب الكذاب على ساكن متحرك استجابه لنا عند فدل هنا ينبب مالنا. اوكي حكمهما ايش እንደዚህ ሆኖ ከተገኘ حكሙ ምንድነው? እንደዚህ ሆኖ ከተገኘ حكሙ ምንድነው? حكمهما الغنة حيث وقعتها سواء في فعل أو اسم أو في حرف أو في وسط الكلمة أو في آخرها. يتم بالجن من دونه ما هنا اللبت غنة ينور على المعنى. ومقدار الغنة دمه بالفو تمرنا هو صوت يخرج من الخيشوم كزي الموتى دمس بارد. غنة مالت كذي كافين جاوستي الموتى دمس نو ايش አሁን ኑንና ሚም ሙሸደድ ሆኖ አንዱ ሳኪን ሆኖ ሙተሐሪክ ውስጥ ሲገባና ከዛ በኋላ ሲቀራ ምንድነው የሚሆነው? غنة وحكمهما الغنة. غناውን ማሳየት አለብን ማለት ነው። غنة እንዳለው እናሳያለን። ومقدار الغنة غناው ደግሞ ስንት ሐረካ ነው የሚሳበው ስንት ሐረካ ነው የምናሳየው የሚለው ሁለት ሐረካታን በስ مثل ለምሳሌ محمد የሚለውን እንዲው محمد محمد እንዴት ነው አሁን ሳኪን የሆነ ፊደል متحرك ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር محمد ስንል ማለት ነው። እሺ አስሉ ምንድነው? እዚህ ጋር محمد እንዴት ነው አሁን ሁለት ሚም ሆነች አይደል? እዚህ ጋር እቺኛው ሳኪን ናት محمد ስለዚህ الساكن يعني شوف
يعني فيدغم الحرف الساكن في الحرف المتحرك አሁን ሳኪን ሆነ ፊደል ነው ሙሐመድ ስንል ማለት ነው ይሄኛው ሳኪን ሆነ ወደዛ ሲገባ ምንድነው የሚሆነው ኢድጋም ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ምንድነው ምናሳየው فهو اظهار الغنة غناውን እናሳያለን ማለት ነው ሙሐመዱን ብለን እንደዛ ጉናውን እናሳያለን ማለት ነው ጀዛኩሙላህ ኸይረን አሁን ሳኪን እዚህ ጋር አስሉ እንደዚህ ነው ሙሐመዱን የሚለው እንደዚህ ሲጻፍ ሙሐመዱን ኢድጋም ሆኗል ማለት ነው እዚህ ውስጥ እቺኛው ተገብታለች እዚህ ውስጥ ገብታለች አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር ግን ሁለት አርቄን ያሳያዋቸው ሙሐመዱን የሚለው እዚህ ጋር ሁለት ተረካ ነው ሙሐመዱን ከዛ በላይ አይሳይ ሙሐመዱን ሁለት ተረካ ማነው ምንሰበው ይሄን ይመስላል አንደኛው ምሳሌ ኦኬ ሌላ ደግሞ ኢና ለማ ጠገል ማኡ የሚለው እንዴ ሌላ ምሳሌ አንድ ምሳሌ ልጨምርላችሁ ኢና لما طغى الماء إن لما طغى الماء ويمنو حملناكم في الجارية قرآن استنى الله አሁን ይሄኛው ነው እዚህ ጋር ነው ቦታው ማለት ነው እና የምለው ቦታ እዚህ ጋር ነው እሺ አሁን እዚህ ጋር ሐርፍ ሳኪን ኑን ሳኪን አንድ ኑን ሳኪን እዚህ ኑን ውስጥ ገብታለች እሷንም ደግሞ እንደቀደመው ምሳሌ ነው እና የምለው እና ሁለት ኑን ናቸው እዚህ ጋር ያሉት ብለን አላለችም እቺ ሳኪን ናት እቺ ነው ደግሞ አለች إنا يملو زيكا إنا يملو إتي ساكن ونجوا متحرك استقبتالج إدغام نيونجو كذا بوالا غنى من الناس أيو زيكا غنى إنا ولد تركا غنى الناس أيو جن إنا لمالت من يفلقان مد يفلقان مد من دنو إتي نيو مالنا ألف الساكنة مال نيو يفلقان إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية هذا إدغام نو زيكا إدغام نو حكمه من دنو إظهار الغنة فيهما عون زيكا ينون ساكنة نو النون ساكنة النون المشددة والميم المشددة إنا يملو الذي نو يمصارو مالنو إن شاء الله تعالى ይሄን ይመስላል የዛሬ ትምህርት ስለ ኑን እና ስለ ሚም ነው ስለ ኑን እና ስለ ሚም بالمشددة لا ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ስለ ኑን እና አሁን ኑን مشددة والميم مشددة غنة ለዚህ ጉዳይ ላይ ዛሬ ተማራው ትምህርት ላይ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ምንድነው ሁክሙ ኑን مشددة ማለት ምን ማለት ነው ኑን ሚም مشددة ማለት ምን ማለት ነው اللتان عليهما شدة بلنا شدة مالتي لا شدة مالتي شدة باتني شو دامو اتشنا شدة يالاتشو مالنا مثلا شدة يالاتشو كلا إلايتشو لا شدة يالاتشو نوننا ميم مالنا حكمه من دونه إظهار الغنة فيهما عنده إدغام هنا مثال هو يعني شوف فيدغم الحرف الساكن في الحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا حرف الساكن إدغام يدرج لنا متحرك وسط عند فدل ينببال كذا ولا عون عند سايواتشو مالن إن يملو ساكن نبرج عنده نون ساكنات محمد سنن عنده ميم ساكنات جن إدغام ستدرج محمد هونج إن يملو بوتا دمودا إن نهرو لذي الصوم دمو ساكنة إدغام هونج كذا وارحكم من دنو إظهار الغنة فيهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إيك على طيب لايك على